اهلا بكل حبايبي طلاب ثالثه ثانوي. معاكم دكتور بشوي رؤوف مدرس الجغرافيا. النهارده بقى الحلقه الاخيره في الشرح ليله الامتحان، وبكده نكون خلصنا لكم المنهج كله في 3 حلقات بس. تسمع ال3 حلقات يبقى انت لميت المنهج كله. الاول قبل ما ابدا في الحصه انا حابب اشكر كل حبايب الطلبه اللي علقوا تعليقات جميله ومحفزه ان احنا ننزل لكم دايما كل حاجات جديده، وكل حبايب الطلاب اللي اشتركوا وبيشجعونا ان احنا ننزل حلقات اكتر واكتر. تعالوا بقى مع بعض كده نشرح اخر حصه في الجغرافيا وابقى خلصت المنهج كله. وانتظروا بقى يوم السبت حلقه قويه جدا. من الاخر هقول لكم الامتحان ان شاء الله هيجي من كذا وكذا 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 وكذا، ان شاء الله مش هيطلع منه الامتحان. تابعونا وان شاء الله تبقى حلقه قويه جدا. يلا بينا نبدا على طول عشان ما نضيعش وقت. احنا عندنا 3 ايام شرح زي ما احنا اتفقنا معاكم. اخدنا يوم الثلاث نزلنا الدرس التمهيدي والوحده الاولى، ويوم الاربع نزل الوحده الثانيه، والنهارده الخميس كده تبقى نزلت الوحده الثالثه والرابعه والمنهج كله خلص. ان شاء الله هينزل لكم بعد كده يوم الجمعه حل امتحانات شامله، ويوم السبت حل امتحانات شامله واهم توقعات امتحان ثالثه ثانوي في الجغرافيا. يلا بينا نبدا مع بعض. الوحده الثالثه هي عباره عن درسين. الدرس الاول اسمه التكتلات الاقتصاديه، وده عباره عن درس بيفهمك يعني ايه كلمه تكتل اقتصادي، وازاي الدول بتتكتل مع بعض عشان تعمل تكتل اقتصادي قوي. الدرس اللي بعد كده بيتكلم عن الاحلاف العسكريه، والوحده الرابعه والاخيره اسمها العلاقات الدوليه والنظام العالمي الجديد. فهتلاقي درس الاول بيتكلم عن العلاقات، والدرس الثاني بيتكلم عن النظام العالمي الجديد. ال4 دروس. هو درس التكتلات هو كبير شويه، لكن ال3 دروس دول مش هياخدوا دقايق بسيطة جدا. يلا بينا نبدأ مع بعض الدرس الأول. الدرس اسمه التكتلات الاقتصادية. يعني إيه تكتل اقتصادي؟ بصوا ببساطة خالص، تكتل اقتصادي يعني دولة جنبها دولة جنبها دولة جنبها دولة، تحاول الدول اللي جنب بعض إن هي تكمل بعض، يبقى هم كلهم كتلة واحدة. يبقى التكتلات الاقتصادية يعني الدول بتتكتل مع بعضها، بتحاول تكون كلها كأنها دولة واحدة. هل التكتل الاقتصادي ظاهرة قديمة ولا ظاهرة جديدة؟ قالوا ان التكتل الاقتصادي ظاهرة حديثة، يعني لسه ما بقالهاش كتير. ظهرت مع بداية القرن العشرين. قلنا امبارح ان لما بنحول قرن الى سنة بنقول مثلا القرن العشرين نطرح 1 يبقى 19، نحط الصفرين يبقى 1900. يبقى مع بداية القرن العشرين يعني من 1900، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. يعني التكتلات الاقتصادية لسه ظاهرة جديدة، بدأت الدول تتكتل مع بعضها بعد الحرب العالمية الثانية، وقد تنامى سرعة توجه الدول للانضمام، خاصة الدول المتقدمة. يعني أكتر الدول اللي بتحب تعمل تكتلات هي الدول المتقدمة. تعالوا مع بعض نعرف يعني ايه تكتلات اقتصادية. تكتل اقتصادي يعني درجة من درجات التكامل الاقتصادي. تكامل اقتصادي يعني احنا نكمل بعض. يعني انا عندي منتج وانت عندك منتج تاني، والدولة الثالثة عندها منتج ثالث خالص، نحاول كل دولة تكمل اللي هي عايزاه من دولة تانية في التكتل الاقتصادي. فبيقولوا ان التكتل الاقتصادي هي درجة من درجات التكامل الاقتصادي، يعني الدول بتحاول تكمل بعضها. يقوم بين مجموعة من الدول المتجانسة، والحتة دي يا جماعة مهمة جدا. يعني ايه متجانسة؟ يعني الدول يكون متقاربة مع بعضها، متقاربة جغرافيا. يعني هنشوف دلوقتي ان التكتل الاقتصادي الدول مفروض تكون جنب بعض عشان يقدروا يكملوا بعض، يبقى في حاجة اسمها اتصال ارضي. ده اول نقطة. تاني حاجة تكون متجانسة، متقاربة مع بعضها ثقافيا، لازم العادات والتقاليد تبقى قريبة من بعضها، وكمان اجتماعيا، وتجمعها مجموعة من المصالح الاقتصادية المشتركة. اكيد الدول اللي هتخش في تكتل شايفة ان من مصلحتها ان هي تخش التكتل عشان تستفيد من باقي الدول في التكتل الاقتصادي. طبعا تشغل التكتلات الاقتصادية حيز مكاني على خريطة العالم السياسي. يعني التكتلات الاقتصادية موجودة على الخريطة السياسية لدول كتير جدا في الكرة الأرضية. تعالوا مع بعض نشوف ايه الهدف من التكتل. يعني انا كدولة هخش تكتل اقتصادي ليه؟ اول حاجة الحصول على
مزايا الانتاج الكبير وتحقيق التكامل بين الدول الاعضاء. يعني ايه مزايا الانتاج الكبير؟ يعني مثلا حضرتك لو عايز تشتري كدولة كمية كبيرة جدا من العربيات، هل انت تفضل تجيب مثلا من دولة 100,000 عربية، ومن دولة تانية 100,000 عربية، ومن دولة تالتة 100,000 عربية، ومن دولة رابعة 50,000، ومن دولة 25,000، ولا تروح لتكتل تاخد منه مثلا مليون عربية مرة واحدة؟ أكيد أنت هتفضل التكتل الكبير. فلما الدولة بتخش في التكتل الاقتصادي بيبقى كل الدول داخل التكتل كأنهم دولة واحدة، فالعالم كله بيفضل التعامل مع التكتلات. فلما الدولة بتخش في التكتل الاقتصادي بتستفيد من الميزة دي، ان ناس كتير بتطلب طلبات اقتصادية من التكتل، فالدولة بتنتج وبتبيع للدول الأخرى. يبقى أول ميزة بتخلي الناس تخش التكتل الحصول على مزايا الإنتاج الكبير وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء إن هم زي ما قلنا بيكملوا بعض. رقم 2، تخيل مثلا الاتحاد الأوروبي 28 دولة، 28 دولة فاتحين حدودهم على بعض، فكل الدول داخل الاتحاد الأوروبي بتستفيد من بعضها وبيستفيدوا من المراكز البحثية ومهارات الفنيين بأفضل صورة. رقم 3، لما الدول بتحط ايدها في ايد بعض بتسهل التنمية الاقتصادية وإقامة مشاريع مشتركة. طبعا لما يكون مثلا 10 دول جنب بعض حاطين ايدهم في ايد بعض عشان يعملوا مصانع كبيره، الموضوع هيبقى سهل، غير دوله لوحدها بتعافر لوحدها، فبالتالي بتسهل عمليه التنميه. رقم 4، بتنوع الانتاج. تخيل انت عندك تكتل 28 دوله، كل دوله بتنتج حاجه معينه، فانت عندك 28 انتاج مختلف، فهيتنوع الانتاج بطريقه اقتصاديه. خامس حاجه، هيبقى فيه وحده، والمواطنين طبعا مع قيام التكتل مستوى المعيشة هيرتفع، فهيبقى فيه رفاهية. رقم 6، التخفيف من أثر الصدمات الخارجية، ودي حتة مهمة جدا بتربط بين التكتل الاقتصادي والناحية السياسية. يعني مثلا زي دلوقتي كده في حرب بين روسيا وأوكرانيا، فإحنا في مصر متأثرين جامد. ليه؟ لأن إحنا بنعتمد أغلب منتجاتنا من بره، فبالتالي مع قيام الحرب إحنا اتأثرنا جامد. طب تخيل بقى لو في تكتل إحنا جواه بنجيب كل حاجة من جوه التكتل، اللي بره يحارب ما يحاربش احنا التأثير هيكون بسيط، فهم بيحبوا يخشوا التكتلات الاقتصادية عشان يخفف من أثر الصدمات الخارجية بتقليل الاعتماد على الخارج. مما سبق نستنتج ان التكتل مش دايما هدفه هدف اقتصادي، احيانا دول بتعمل تكتل عشان اهداف سياسية. كده خلص الهدف من التكتل. عجبتني الفكرة، موضوع ممتاز، التكتل ده حاجة عظيمة، يلا نعمل تكتل، يلا نبدأ نفتح بقى الحدود ونخلي البلاد كلها على بعضها. مش حاجة اسمها كده. أي تكتل عشان خاطر ينجح زي ما أخدنا كده في موضوع الحدود، كل حاجة لازم تمشي بخطوات بمراحل. أول مرحلة اسمها رفع الحواجز الجمركية والغير جمركية بين أعضاء التكتل أمام السلع الوطنية. يعني إيه؟ يعني تخيل ان انا مثلا منطقه زي دي كده، المنظر عامل كده، حدود 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 بينها وبين بعضها. اول خطوه بيعملوها ان هم يعملوا ايه؟ يقوموا شايلين الحد بين الدوله دي والدوله دي، نشيل الحد هنا، نشيل الحد هنا، نشيل الحواجز بين الدول دي. فلما نشيل الحواجز يحصل ايه؟ يحصل ان السلع تتنقل بين الدول من غير ما تعرض لعمليه الجمارك، فبالتالي الموضوع بيبدأ بداية كويسة. رقم 2، يقوموا عاملين حاجة اسمها اتحاد جمركي. طب هنا النقطة دي مهمة جدا، ليه؟ ما أنا ممكن الدولة دي والدولة دي، الدولة دي بتجيب مثلا إقلام من بره بتحط على القلم جنيه، نقول مثلا يعني، والدولة دي بتحط على القلم 5 جنيه، فسعر القلم هنا هيبقى غير هنا. فبيقوموا عاملين في المرحلة الثانية اتحاد جمركي، يعني حوالين المنطقة اللي فيها تكتل يعملوا تعريفة جمركية موحدة، يعني أي سلعة تيجي من بره تخش أي دولة من الدول بتبقى التعريفة الجمركية واحدة، فبالتالي سعر السلع بتكون سعر واحد. رقم 3، الحتة دي مهمة جدا وخدوا بالكم لأن الاسم مش ماشي شويه مع الكلام اللي جوه، فبالتالي بيحبوا يجيبوها عشان اللي مذاكر بس اللي يعرف يجاوب. اسمها السوق المشتركه، فكل الناس هتتخيل ان انا لما اقول سوق مشتركه يبقى سوق وبضايع، لا مش كده خالص. سوق مشتركه يعني يبدا ان العمله تتدفق بين الدول،
وراس المال يتدفق بين الدول الاعضاء، يعني الدول تبدا اي حد معاه اموال يتحرك من بلد لبلد بمنتهى السهوله. النقطه الرابعه اسمها الوحده الاقتصاديه. تبدا بقى الدول كلها اللي داخل التكتل تنسق السياسه الماليه والنقديه، يحاولوا يعملوا سيستم مالي واحد علشان خاطر نقدر بعد كده نقول ان التكتل ده تكتل ناجح. طبعا في الامتحان من النقط المهمه المتوقعه يسالك في اي نقطه من الاربعه، لو جاب لك نقطه بين الدول شلنا الحواجز يبقى رفع الحواجز الجمركيه. لو جاب لك ان في تعريف على اي سلعه جايه من بره اسمها الاتحاد الجمركي. اتكلم عن تدفق العمله بين الدول اسمها السوق المشتركه. بيتكلم ان يبقى السياسه الماليه واحده اسمها الوحده الاقتصاديه. تعالوا نشوف بعد كده لو دوله عايزه تخش في تكتل زي مثلا الاتحاد الاوروبي، هل اي دوله ممكن تخش في التكتل كده وخلاص؟ هل الدول مع بعضها ممكن اي مجموعه دول تخش تعمل تكتل؟ لا طبعا، لازم في مقومات او عوامل او اسباب. اول حاجه اسمها المقومات الجغرافيه، لسه قايلها في الانترو في الاول. ايه بقى المقومات الجغرافيه؟ اساس ان يبقى في تكتل ان الدول تبقى جنب بعضها. يعني انا مثلا عندي دوله هنا ودوله هنا، دي ودي عشان يتكتلوا مع بعض ازاي بقى؟ موضوع صعب جدا صعب جدا. فبالتالي من المقومات، يعني من الحاجات المهمه اللي تخلي فيه تكتل ناجح، الاتصال الارضي هو اساس قيام التكتل. نسمع كده نقول ايه؟ الاتحاد الاوروبي. اتحاد اوروبي يبقى دول اوروبيه صح جنب بعض. مفيش حاجه اسمها الاتحاد الاوروبي في مصر، مفيش حاجه اسمها كده. لان التكتل النقطه الاساسيه اللي فيه ان يبقى فيه اتصال ارضي شبه دول اوروبا اللي عملت الاتحاد الاوروبي. تاني حاجه المقومات البشريه والمقومات التكنولوجيه. طبعا حاجه مهمه جدا ان يبقى فيه عوامل بشريه وعوامل تكنولوجيه. يعني ايه بقى؟ تكتل عشان خاطر ينجح لازم تكون الدول اللي هي عامله التكتل عدد السكان داخل التكتل كبير، يبقى الحجم السكاني يكون مناسب للمنطقه اللي بيضمها التكتل الاقتصادي، حيث يعني ضمان وجود سوق بين الدول. تخيل ان 5 دول عملوا تكتل وعددهم بسيط جدا، فهينتجوا مش هيلاقوا حد يشتري المنتج ده. لكن لما يكون عدد الدول اللي عامله تكتل فيها عدد افراد مناسبين، الناس هتشتري المنتج وبعد كده الباقي هيصدروه لبره. فاول ميزه كويسه ان الحجم السكاني يكون مناسب عشان يشجع الانشطه داخل التكتل. تاني حاجه لما عدد السكان يكون مناسب يبقى في حجم كويس من العماله. العماله دي تقدر تستثمر الموارد في التكتل، والعماله عنصر مهم لنجاح اي تكتل، خاصه العماله لو كان فيها مهاره. ممكن نلخص نقطه المقومات البشريه بحاجتين: حجم سكان مناسب، يكون في عماله ماهره. شكرا. نخش في النقطه اللي بعد كده المقومات التكنولوجيه. قبل ما نخش في المقومات التكنولوجيه قال برضو في نقطه مهمه: الدول اللي هتعمل مع بعضها تكتل لازم يكون العادات والتقاليد متشابهه. يعني مثلا اوروبا، كل الدول الاوروبيه تقريبا عاداتها متقاربه جدا مع بعض، فلما يعملوا تكتل التكتل ينجح. تخيل بقى لو دولتين عملوا تكتل، دوله في افريقيا ودوله في اوروبا، ده ليه عادات وتقاليد وده ليه عادات وتقاليد تانيه خالص. لما يفتحوا الحدود على بعض الدنيا هتبوظ، مش هينفع، الموضوع هيبقى صعب. فقال لك تشابه العادات والتقاليد اللي هي الخصائص الثقافيه، حيث تشجع على قيام التكتل واستمراره. كمان في نقطه مهمه جدا اسمها المستوى التكنولوجي. لازم الدول اللي تكون في التكتل تكون كلها على مستوى كويس جدا من الناحيه التكنولوجيه ومستوى متقارب. ما يبقاش دوله شغاله بالاي تي ام كل الناس شغاله عندها فيزا وكل حاجه الكترونيه، ودوله تانية لسه ماسكين ورقه وقلم وبيكتبوا. مش هينفع. ازاي دول هيتكتلوا مع بعض؟ اكتر حد هيستفيد اللي عنده تكنولوجيا، او التاني مش هيستفيد. فبيقولوا ان المستوى التكنولوجي حاجه مهمه جدا، ولازم يكون في تقارب في المستوى التكنولوجي عشان الفايده تعم على جميع الاعضاء دون استئثار دوله بتلك الميزه. نخش بقى على المقومات الاقتصاديه. خدوا بالكم الحته الجايه دي مهمه جدا. لو دوله عندها بترول ودوله ثانيه عندها مصانع، الاثنين هيجروا ان هم يعملوا تكتل. انا عندي بترول وانت عندك مصانع، انا عندي غاز طبيعي وانت عندك مصانع، فبتاع المصانع هيحب قوي يتكتل مع ده. طب تخيل دوله عندها مصانع ومحتاجه ماده خام ودوله ثانيه عندها مصانع ومحتاجه ماده خام، التكتل هيبقى
مش مجدي بالنسبه للاثنين، صح؟ فالاتحاد الاوروبي او الدول بصفه عامه بتحب يكون في تنوع في الموارد الاقتصاديه. يعني انا عندي حاجه وانت عندك حاجه تانية وده عنده حاجه ثالثه وده عنده حاجه رابعه، فنكمل بعض. فالموارد الاقتصاديه بتكون متنوعه. فالتنوع لا التشابه هو بند او نقطه مهمه جدا في قيام التكتل الاقتصادي. ده في دول بتعمل تكتل مخصوص عشان هي ما عندهاش موارد طبيعيه وموجوده عند دول اخرى. كمان حاجه، توافر عناصر الانتاج الاساسيه زي مثلا راس المال، زي الفلوس، زي عنصر عمل، حاجه مهمه لقيام التكتل. رابع نقطه عشان خاطر يبقى التكتل كويس اسمها المقومات السياسيه. طبعا لما تكون الدول اللي متكتله مع بعض كلها نظام ملكي، كلها نظام جمهوري، كلها نظام رئاسي، كل ما كان النظم السياسيه متشابهه دي حاجه كويسه. فاختلاف النظم السياسيه قد يؤدي الى فشل التكتل. خدوا بالكم ان احنا عندنا حاجتين عكس بعض. الموارد الاقتصاديه احنا نحب نكون متنوعين مع بعض، انا عندي حاجه وانت عندك حاجه تانية. لكن النظام السياسي نحب كلنا نكون نفس النظام السياسي، ماشيين بنظام جمهوري كلنا زي بعض، ماشيين بنظام برلماني كلنا زي بعض، يبقى في تشابه بحيث يبقى السيستم والنظام في الدول كلها ماشي زي بعض. اخر حاجه المقاومات العسكريه. ايه ده؟ هو التكتل الاقتصادي محتاج لجيش؟ طبعا اي حاجه محتاجه لجيش. ليه؟ لان التكتل ده هيخش في منافسه مع باقي التكتلات. هو طبعا يقول لك في الاول ان غالبا ليست شرط لقيام التكتل، لكن لما يكون في قوه عسكريه تعد من المقومات اللي بتخلي التكتل ينجح ويستمر. لان التكتل زي ما لسه قايل لكم بيواجه منافسه من الدول الاخرى، فبالتالي احيانا ممكن يستخدم القوه او يلوح بيها. يعني ممكن يستخدم القوه فعلا او يهدد الدوله اللي بتضايقه ان هو يستخدمها. كده نكون خلصنا مقومات قيام التكتل. تعالوا بقى كده مع بعض نشوف ايه اشهر التكتلات الاقتصاديه اللي موجوده في العالم. اول تكتل وتكتل مهم جدا هنا كده في منطقه اوروبا اسمه الاتحاد الاوروبي. عندنا تكتل هنا اسمه اتحاد المغرب العربي. عندنا تكتل اقتصادي في منطقه الخليج مجلس التعاون لدول الخليج العربي. عندنا طبعا في افريقيا الكوميسا، وعندنا في امريكا الشماليه النافتا، وعندنا في المنطقه دي كده الابك. وبكده نكون خلصنا اشهر التكتلات الاقتصاديه اللي موجوده في العالم. طب يا ترى احنا هندرس ايه؟ هندرس 3 تكتلات. هندرس الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي وهندرس الكوميسا، وبكده يكون الدرس خلص. يلا مع بعض نشوف الاتحاد الاوروبي. اول نموذج هناخده مع بعض الاتحاد الاوروبي. طبعا الاتحاد الاوروبي من اقوى التكتلات الاقتصاديه في العالم، عباره عن 28 دوله اوروبيه بتغطي معظم انحاء قاره اوروبا. ركزوا بقى في الحته الجايه دي، ودي من النقط المهمه جدا اللي خلت الاتحاد الاوروبي يبتن وثابت ومستقر وقوي لغايه دلوقتي. هم بيعتمدوا على حاجتين مهمين جدا بيخلي التكتل قوي جدا. اول حاجه سياده القانون. القانون يمشي على اي حد من اعلى منصب لاقل منصب. رقم 2 تحقيق الديمقراطيه. يعني لازم الدول اللي جوه الاتحاد الاوروبي يبقى عندها ديمقراطيه. يبقى هم بيعتمدوا على نقطتين، اول نقطه سياده القانون، تاني نقطه تحقيق الديمقراطيه. طبعا في البدايه الاتحاد الاوروبي قال اي حد يحب يخش الاتحاد يتفضل، فمجموعه من الدول دخلت الاتحاد. بعد شويه الاتحاد الاوروبي ده بقى حاجه قويه جدا وحاجه عظيمه جدا، فبدا الاتحاد الاوروبي يحط سنه 92 بدا يحط شروط. قال لا مش هينفع بعد كده اي حد يخش كده الاتحاد الاوروبي، ده احنا ملاحظين ان في فرق شاسع بين الدول اللي جوه الاتحاد الاوروبي ودول تانية جنب الاتحاد الاوروبي مش بنفس الكفاءه. الشروط اللي حطها الاتحاد الاوروبي اسمها شروط كوبنهاجن. ايه بقى الشروط دي؟ قال اول حاجه لو حد عايز يخش الاتحاد الاوروبي اهلا وسهلا بيه، بس لازم الدوله دي تكون عندها شروط اقتصاديه. يعني ايه شروط اقتصاديه؟ يعني عندها قدره ان هي تتعامل مع المنافسه اللي موجوده بين دول الاتحاد. يعني مش هنجيب دوله اقتصاديا واقعه خالص وندخلها الاتحاد الاوروبي، طب ما هي كده مش هتقدر تواكب المنافسه اللي جوه الاتحاد الاوروبي. رقم 2 في شروط تشريعيه. خد بالكم عشان الحته دي مهمه جدا. يعني الدوله اللي هتخش الاتحاد الاوروبي
لازم تظبط تشريعاتها وقوانينها عشان القوانين تمشي مع تشريعات وقوانين الاتحاد الاوروبي. تخيل ان دولة تغير قوانينها عشان تقدر تخش الاتحاد الاوروبي، هم شرطهم كده. رقم 3، في شروط سياسية، يعني الدولة اللي هتخش الاتحاد الاوروبي لازم تكون بتطبق الديمقراطية وبتطبق القانون وبتحترم حقوق الانسان وحقوق الاقليات. ليه؟ لان هم هيفتحوا الحدود على بعض، فبالتالي لازم الدولة دي تكون عندها ديمقراطية وحرية واحترام حقوق انسان. وبالتالي الشروط دي من وجهة نظري هي الشروط الاقوى اللي خلت الاتحاد الاوروبي يتم صامد لغاية دلوقتي. تعالوا بقى مع بعض نشوف الملامح الجغرافية للاتحاد الاوروبي. شوفوا يا جماعة، الاتحاد الاوروبي حاجة قارة اوروبا، عاملين مع بعض اتحاد قوي جدا اسمه الاتحاد الاوروبي. اول حاجه الخصائص الطبيعيه، مساحته 4.2 مليون كيلو متر مربع، يعني 42% من مساحه اوروبا. طبعا زي ما انتم شايفين دول كتير جدا في الاتحاد الاوروبي الوضع مختلف من دوله لدوله، في مناطق فيها سهول، مناطق فيها هضاب، مناطق فيها جبال. الخصائص البشريه هم 500 مليون. اكبر دوله في الاتحاد الاوروبي المانيا، هي الأكبر في عدد السكان 80 مليون. أصغر دولة مالطا، أقل من نص مليون. طبعا في دول الاتحاد الأوروبي طبعا أكيد في تعدد ثقافات وتنوع في اللغات. في 23 لغة رسمية، طبعا أكتر لغة منتشرة في أوروبا اللغة الإنجليزية. والدين الرئيسي في أوروبا هو الدين المسيحي، وفي نسبة مسلمين 5% من سكان الاتحاد. تعالوا بقى مع بعض نشوف مؤسسات الاتحاد الاوروبي. بيعجبني قوي في الاتحاد الاوروبي انه هو مش مخلي كل الصلاحيات لرؤساء دول الاتحاد الاوروبي، لا ده هو مقسم فعلا الصلاحيات بين الهيئات اللي بتدير الاتحاد الاوروبي. تعالوا كده نشوف مع بعض. اول حاجة المجلس الاوروبي. خدوا بالكم لان في حاجة اسمها مجلس الاتحاد الاوروبي وفي حاجة اسمها المجلس الاوروبي. المجلس الاوروبي ده القمة، اعلى حاجة، لانه بيكون من رؤساء الدول والحكومات اللي بتشكل الاتحاد الاوروبي. يعني مثلا عندنا دولة شبه فرنسا، دولة شبه المانيا، دولة شبه ايطاليا، رئيس دولة دي ورئيس دولة دي ورئيس دولة دي بيروحوا الاتحاد الاوروبي عشان يديروه، فبيخشوا حاجة اسمها المجلس الاوروبي، رؤساء، فعشان كده هي الايه؟ القمة. مهمته بيقعد الرؤساء مع بعض في المجلس الاوروبي، هم اللي بيحطوا السياسة بتاعت الاتحاد، هم اللي بيحطوا الاتجاه، الاولويات، السياسه العامه للاتحاد، يحطوا الاتحاد هيمشي ازاي. بس خدوا بالكم مش هو بيعمل كل حاجه، لا، ركزوا معايا في الحته الجايه. في حاجه اسمها البرلمان الاوروبي، يعني بيتم عن طريق انتخاب من قبل شعوب الدول الاعضاء. الدول اللي داخل الاتحاد الاوروبي بيعملوا انتخابات لاعضاء يخشوا حاجه اسمها البرلمان الاوروبي كل 5 سنوات. مهمه البرلمان طبعا كلكم عارفين، برلمان يعني اصدار القوانين، هو بيصدر القوانين والتشريعات في ضوء ان في حاجه اسمها المفوضيه الاوروبيه، هي بتديله اقتراحات مقدمه منها عشان هو يصدر القوانين. تعالوا مع بعض نشوف ثالث حاجه. خدوا بالكم احنا قلنا هنا المجلس الاوروبي، هنا بقى في حاجه اسمها مجلس الاتحاد الاوروبي. مجلس الاتحاد الاوروبي هو الجهه الرئيسيه اللي بتاخد القرار داخل الاتحاد، يعني هو الجهة الرئيسية اللي بيتم منها إصدار القرار. بيشارك البرلمان في مسؤولية إصدار القوانين بتاعة الاتحاد الأوروبي. يبقى مجلس الاتحاد الأوروبي بيعمل حاجتين، هو الجهة الرئيسية لإصدار القوانين مع البرلمان، وهو الجهة الرئيسية لإصدار القرارات، يعني بيصدر القوانين مع البرلمان وبيصدر القرارات. آخر حاجة الواجهة. تقول لي إيه يا مستر؟ الواجهة المفوضية الأوروبية. يعني ايه الواجهة؟ يعني هي اللي بتتكلم باسم الاتحاد الأوروبي، دي حاجة مهمة جدا عندهم. ده الجهاز التنفيذي بيحق له تقديم اقتراحات بقوانين، يعني بيقدم اقتراحات بقوانين للبرلمان والمجلس الأوروبي. خدوا بالكم بيشرف على ايه؟ على الميزانية، فلوس اللي جوه الاتحاد الأوروبي اللي بيشرف عليها المفوضية الأوروبية، البرامج اللي الاتحاد بيوافق عليها، كمان بيشرف على الاتفاقيات والمعاهدات بالاشتراك مع محكمة العدل الأوروبية. بيمثل الواجهة زي ما بقول لكم اهو الاتحاد الأوروبي على المسرح الدولي سياسيا واقتصاديا، اللي بيتكلم باسم الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية. ركز عشان ما تتلخبطش، قال لك مجلس أوروبي بس الرؤساء بيحطوا الايه؟
السياسة. اتكلم عن المفوضية، يبقى هو كده بيتكلم عن حد بيشرف على الميزانية، حد بيقدم اقتراح قوانين. وعندنا مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، هما الاتنين بيعملوا ايه؟ بيصدروا القوانين. خدوا بالكم الحته دي مهمة جدا. تعالوا بقى مع بعض نشوف مجلس تاني خالص اسمه مجلس التعاون لدول الخليج العربي. زي ما انتم شايفين كده المنظر اهو. مجلس التعاون طبعا منطقة كلنا عارفينها، منطقة مهمة جدا ومنطقة غالية علينا كلها، دول الخليج العربي. الخليج العربي عمل مجلس بين دول الخليج اسمه مجلس التعاون لدول الخليج العربي. طبعا هو منظمة سياسية ومنظمة اقتصادية اقليمية. يعني اقليمية يعني الدول جنب بعضها، واخدين منطقة اقليمية اللي هي منطقة الخليج. اوكي، اول حاجة تاريخ انشائه سنة 81. اجتمعوا في مدينة اسمها ابو ظبي عاصمة الامارات، وكان اسمه في الاول مجلس التعاون الخليجي، مجلس التعاون الخليجي. وعدلوا بعد كده بقى اسمه مجلس التعاون لدول الخليج العربي. بيضم 6 دول. اول دولة السعودية والكويت والبحرين وقطر والامارات وعمان، اللي هي منطقة يا جماعة انتم شايفينها منطقة الخليج، عمان والامارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية. 6 دول اسمها دول الخليج. خصائص طبيعية زي ما انتم شايفين. طبعا المنطقة دي جزء من قارة اسيا، اسيا مكملة كده، فهي في منطقة الجنوب الغربي لقارة اسيا. بيطل طبعا الخليج العربي، كان بيطل على سواحل الخليج عمان وبحر العرب طبعا والبحر الاحمر. مساحة المنطقة 2.4 مليون كيلومتر مربع. طبعا منطقة الخليج العربي السكان كلهم 46 مليون نسمة. تخيلوا كل ال6 دول 46 مليون نسمة. احنا في مصر معديين ال 100 مليون احنا بس، هم كلهم على بعض 46 مليون نسمة. طبعا انتوا كلكم عارفين ان الخليج غني جدا بسبب وجود البترول، فالاقتصاد بتاع الدول ده قايم على استثمار النفط. طبعا السكان في حاجات مشتركة جدا بينهم، يدينون بالدين الاسلامي، اللغة السائدة هي اللغة العربية، كلهم جوار مع بعض وتاريخ وعادات وتقاليد مشتركة. تعالوا بقى نشوف مؤسسات مجلس التعاون لدول الخليج العربي. لما احنا جينا اتكلمنا عن الاتحاد الاوروبي، هم قسموا الصلاحيات بين اكتر من جهة، لكن في مجلس التعاون الخليجي هتلاحظ ان اكتر حد معاه صلاحيات قوية هو المجلس الاعلى. اوكي، المجلس الاعلى يشمل مين؟ يشمل رؤساء ال6 دول، وهو السلطة العليا لمجلس التعاون الخليجي. اوكي، خدوا بالكم الحته الجايه دي. بيقولوا ان الاختصاصات بيصدق على الميزانيه، يعني اي ميزانيه يقول اوكي تمام، او لو في حاجه هو معترض عليها ممكن يعدلها بعد كده. 2، هو اللي بيحط السياسه العامه والخطوط اللي هتسير عليها، شبه المجلس الاوروبي كده. كمان هو اللي بيعين الامين العام، ولو حصل خلافات بين الدول في هيئه بتسوي المنازعات. طبعا هم كلهم مع بعض كأنهم أسرة واحدة، فأي دولة بيحصل مشكلة مع دولة تانية بيعملوا هيئة كده ويحلوا النزاعات. فالمجلس الأعلى هو اللي بيشرف على الميزانية، هو اللي بيعين الأمين العام، هو اللي بيحط السياسة العامة، هو اللي بيسوي النزاعات بين الدول وبعضها. في بقى حاجة اسمها المجلس الوزاري، هو الجهاز التنفيذي. ده بيتكون من وزراء الخارجية، جيب وزير خارجية ده ووزير خارجية ده ووزير خارجية ده وهكذا، ويتجمعوا وبيجتمعوا كل 3 شهور. المجلس الوزاري بيقترح السياسة، يقول لهم احنا شايفين مثلا كذا يبقى كويس، وبيحط توصيات، يعني يقول انا شايف ان احنا ممكن نتعاون عن طريق كذا، ممكن نعمل كذا. بيحاولوا ينسقوا ويشجعوا الانشطة القائمة، بيحاولوا يشجعوا ان الدول تتعاون مع بعضها. هو اللي بيعين الامناء المساعدين لمدة 3 سنوات قابلين للتجديد. تعالوا بقى نشوف الامانة العامة. دي الهيئة الادارية المركزية الثابتة للمجلس، بتتكون من امين عام و5 امناء مساعدين. طبعا امين مساعد في الناحيه السياسيه، امين في الناحيه الاقتصاديه، واحد في الناحيه العسكريه، واحد في الناحيه الامنيه، واحد في شؤون الانسان والبيئه. مقرها مدينه الرياض. دورها ايه بقى الامانه العامه؟ بتحط دراسات عشان يحصل تعاون وتنسيق وخطط وبرامج بين الدول الاعضاء. يبقى الامانه العامه دورها في الحياه بتحاول تحط مجموعه من الدراسات عشان تخلي الدول تتعاون مع بعضها اكتر. ايه بقى الانشطه والاجهزه والانجازات اللي الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بتقوم بيها؟ اول حاجه
عملوا قوات اسمها درع الجزيرة المشتركة لحماية أمن الخليج. يعني هما مع بعض بيحاولوا إن هما يكونوا كلهم كأنهم جيش واحد، فعملوا قوات درع الجزيرة عشان يدافعوا عن أي خطر ضدهم. رقم 2 عملوا اتحاد غرف عشان خاطر يعملوا سوق خليجية مشتركة، وعملوا مشروع عملة موحدة. هم عايزين كلهم يبقى لهم عملة واحدة، بس لسه جاري الإجراءات عشان خاطر ينفذوا الكلام ده. وعملوا حاجة اسمها الاتحاد الجمركي، يعني أي سلعة تيجي من بره للخليج كل الدول بتجمركها بنفس النسبة زي الدولة التانية. بكده نكون خلصنا مجلس التعاون الخليجي. نخش بقى كده على حاجة اسمها الكوميسا ويبقى الدرس خلص. الكوميسا هي السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا، منطقة شرق افريقيا وجنوب افريقيا. طبعا الكوميسا هي هدفها تجمع اقليمي، يعني المنطقة الافريقية تتجمع مع بعضها بشكل قوي عشان تقوي نفسها اقتصاديا. واتفقوا كلهم مع بعض ان هم يحاولوا يحققوا التكامل الاقليمي ويعملوا مشاريع بحيث ان الفايدة تعم على القارة الافريقية. مقرها مدينة لوساكا عاصمة زامبيا، مساحتها 12 مليون كيلومتر مربع، عدد السكان 550 مليون نسمة. مصر انضمت للكوميسا سنة 1998، وعدد الدول اللي في الكوميسا 21 دولة افريقية. ايه هدف منظمة الكوميسا؟ اول هدف في الكوميسا ان حجم الانتاج بتاع المنطقة الافريقية يزيد، وكمان يبقى عدد السكان اللي موجود يبقى قدامه انتاج بنفس العدد. طبعا احنا عارفين ان قاره افريقيا بتواجه صعوبات جامده جدا، فالانتاج اللي موجود مش متناسب مع عدد السكان. هما بقى في الكوميسا عايزين يزودوا الانتاج اللي موجود يبقى يتناسب مع عدد السكان. كمان يحاولوا يعملوا تنميه مشتركه، ويحاولوا يهيئوا البيئه عشان يبقى فيه اجانب ييجوا يستثمروا في المنطقه الافريقيه، ويحاولوا يدعموا العلاقات بين دول الكوميسا، ويحاولوا يحققوا أهداف المنطقة الإفريقية بحيث تبقى منطقة متقدمة. وآخر حاجة يحققوا السلام والأمن والاستقرار لدفع عجلة التنمية. طبعا يا جماعة كل ما يكون في تكتل يعملوا مشروعات الناس كلها بتشتغل، فالناحية السياسية بتهدى، كمان بيبقى السكان كلهم بيتعاونوا مع بعض، فالدول كلها بيبقى في بينها مصالح مشتركة فما يحصلش حروب. يبقى هدف منظمة الكوميسا ممكن نلخصها في جملة واحدة: الانتاج بيزيد، يبقى في تنمية مشتركة، بيحاولوا يهيئوا ان الاستثمارات تيجي من بره، يحاولوا يعملوا علاقات مشتركة بين الدول، يحققوا اهداف المجموعة الاقتصادية ويتعاونوا لتحقيق السلم والامن. تعالوا بقى نشوف هم هيعززوا التكامل ازاي ويحاولوا يقربوا من بعض ازاي في الكوميسا. اول حاجة مرحلة اسمها التجارة التفضيلية. طبعا كدول افريقية هم بيحاولوا، بس الموضوع محتاج شوية وقت شوية، ومحتاج ان الدول تبقى اكثر تقدما. فهم اخذوا الخطوة الاولى ان هم يبدلوا السلع مع بعض، بس اللي ماشية مع القواعد اللي هم اتفقوا عليها، بحيث ان هم يخفضوا الجمارك بنسبة محددة. رقم 2 عملوا بقى مرحلة اسمها التجارة الحرة، يشيلوا خالص بقى التعريفة الجمركية. يبقى اول مرحلة اسمها التجارة التفضيلية. عارفين كلمة تفضيلية دي نسبة لايه؟ ان الدول مع بعضها تفضل تشتري من بعض، فعشان يشجعوا التجارة مع بعض بدأوا يقللوا التعريفة الجمركية. في المرحلة الثانية اسمها التجارة الحرة، خلاص شلنا بقى التعريفة الجمركية. المرحلة الثالثة اسمها الاتحاد الجمركي، بيوحدوا بشكل كامل نظم الجمركية بين الدول الأعضاء وتطبيق تعريفة موحدة على السلع المستوردة من الخارج. يعني نفس الفكرة اللي احنا لسه قايلينها، كل الدول أي منتج يجي من بره يحطوا عليه جمارك زي بعض، فالمنتج يبقى في أي دولة زي الدولة الثانية. في مرحلة بقى اسمها السوق المشتركة في الكوميسا. هنا بيبقى في حرية انتقال وتبادل السلع والخدمات والعمالة ورأس المال وحق الإقامة والتملك لمواطني الدول الأعضاء في السوق المشتركة، يعني بدلوا مع بعض السلع، عمالة، الأموال، وهكذا. آخر مرحلة اسمها الوحدة الاقتصادية. خدوا بالكم هنا الوحدة الاقتصادية يبقى سياسة نقدية ومالية واحدة، ويصدروا عملة واحدة، ودي من أهم متطلبات السوق المشترك. تعالوا مع بعض نشوف بعض مؤسسات الكوميسا. أول حاجة اسمها وكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا، كانت سنة 2006. كل هدفها إن منطقة الكوميسا تكون جاذبة لكل الاستثمارات سواء مناطق الإقليمية والدولية. يحاولوا يشجعوا الناس تيجي عندنا في منطقة الكوميسا وتعمل مشروعات. وكالة الاستثمار اسمها وكالة الاستثمار. إيه دورها؟
تقعد مع نفسها تعمل دراسات وتقول للدول التانية على فكرة في فرص رائعة للاستثمار، سواء في السياحة، في الزراعة، في الصناعة، في البنية التحتية، نقل وطاقة وتعدين وري. مقرها مصر في منطقة اسمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. تعالوا نخش في حاجة تانية اسمها مجلس أعمال الكوميسا. سنة 2005 دورها الأساسي دعم القطاع الخاص في الدول الأعضاء. دور مجلس أعمال الكوميسا إن القطاع الخاص، يعني القطاع الخاص يعني الأفراد اللي معاهم فلوس، مش الحاجات الحكومية، لا القطاع الخاص، يعملوا إيه؟ يحاولوا إن هم يتكاملوا مع بعض إقليميا، كمان يحاولوا ينموا القطاع الخاص ان هو يقدر ينافس كمان دوليا. موقف مصر من المجلس: مصر عضوة في المجلس من خلال جمعية اسمها سيدات الأعمال المصريين. يبقى مصر في وكالة الاستثمار لها دور كبير جدا عن طريق ان المقر الرئيسي للوكالة عندنا تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار. ومجلس أعمال الكوميسا مصر عضوة من خلال جمعية سيدات الأعمال المصريين. في حاجة بقى اسمها مفوضية المنافسة بالكوميسا. دي مهمتها ان تحط قواعد عشان خاطر تضمن ان يبقى في حماية للمنافسة ودعم ان يبقى في منافسة في منطقة الكوميسا. مصر طبعا تعتبر مصر عضو في مجلس إدارة المفوضية دي. مصر في أغسطس 2016 وقعت مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة المصري ومفوضية المنافسة بالكوميسا بشأن التطبيق. بعض بقى القطاعات المستهدف زيادة الصادرات منها مواد البناء والمنتجات المعدنية، الأسمنت والسيراميك والحديد والصلب، المنتجات الكيماوية والدوائية شبه الرتنجات واللدائن والأدوية، الغذائية اللي هو السكر والعصائر، والهندسية أجهزة التبريد والتكييف. واحد يقول لي طب يعني ايه الكوميسا دي وايه اهميتها؟ يعني هي لها اهميه، لها اهميه كبيره جدا. هل مصر هتستفيد ان هي تخش الكوميسا؟ هتستفيد استفاده كبيره جدا. تعالوا مع بعض نشوف مصر هتستفيد في ايه. اول استفاده، بما اننا عضو في الكوميسا هنستفيد من السوق الكبيره الرحبه اللي فيها عدد سكان كبير. في الكوميسا 550 مليون نسمة، فهتكون السوق الافريقيه متنفس للمنتجات بتاعتنا، يعني هنلاقي مكان نحط فيه منتجاتنا. رقم 2، هنقدر ندخل 14 سوق من غير ما ندفع جمارك، ده حاجه مهمه جدا. رقم 3، هنستفيد من هيكل واردات الدول الاعضاء، ان مصر في سلع مميزه فيها الدول دي تشتريها مننا، لان مصر مميزه في انتاج السلع الغذائيه والدوائيه والهندسيه والمنزليه والسيراميك والادوات الصحيه والالومنيوم والحديد والصلب والمنتجات الجلديه. كمان حاجه مهمه جدا، المناطق الافريقيه مليئه بالماده الخام، فاحنا ممكن نشتري منهم مواد خام، وكمان هيبقى عليها اعفاء جمركي، لان اغلب دول الكوميسا بتعتمد على تصدير الماده الخام زي النحاس، التبغ، البن، الشاي، الجلود، اللحوم، السمسم. كمان احنا عندنا في افريقيا بنك اسمه بنك التنميه الافريقي، فاحنا هنستفيد من المساعدات الماليه اللي بيقدمها البنك في مجال تنميه صادرات الى دول افريقيا. بالاضافه ان احنا اعضاء في الكوميسا، فده هيسمح لنا ننخرط في مجتمع شرق وجنوب افريقيا، فمصر هتبقى ملمه بكل شؤون القاره وهيساهم في وضع خطط تنمويه مشتركه مع القاره الافريقيه. كمان نقدر نعمل نظام متقدم لتبادل المعلومات، ويبقى في تعاون في مجال الصناعه والزراعه والنقل، وهيتيح فرصه لتصدير خبراتنا الفنيه، وخاصه ان مصر شاطره في مجال التجاره وفي الخدمات وبالاخص في اعمال المقاولات. وبكده نكون خلصنا الدرس الاول. التكتلات الاقتصاديه هو درس كبير شويه، بس الدروس اللي باقيه ان شاء الله مش تاخد معانا وقت خالص. يلا بينا ناخد الدرس الثاني. الدرس الثاني في الوحده الثالثه اسمه الاحلاف العسكريه، وده درس سهل جدا ان شاء الله مش هياخد معانا وقت. يلا بينا مع بعض على طول كده نتكلم مع بعض عن الاحلاف العسكريه. طبعا الاحلاف العسكريه هي ظاهره قديمه جدا في التاريخ، اخدت ان كان في احلاف من العصور القديمه من قبل الميلاد اصلا، فيقول لك ان ارتبط تكوينها بالحرب او بمواجهه نفوذ الدول الكبرى او عده الدول. قصه الاحلاف العسكريه ملخص الدرس يعني ان الدول احيانا بتواجه عدو مشترك، او بيحصل ان هم خايفين من قوه كبيره جنبهم فبيتحالفوا مع بعض كلهم في حلف واحد بحيث ان هم يواجهوا العدو ده. طبعا هي ظاهره قديمه، عكس التكتلات الاقتصاديه ظاهره حديثه. يكون الحلف بين دولتين او اكثر، طبعا اكيد حلف مش هيبقى دوله لوحدها، دوله واثنين وثلاثه، عن طريق ان هم يعملوا مع بعض معاهده، وقد تحتوي على بنود غير عسكريه. يعني ممكن في الحلف العسكري يعملوا بنود ما يكونش البند عسكري.
طب يعني ايه حلف عسكري؟ هو اتفاق رسمي. يعني ايه اتفاق رسمي؟ يعني اكيد ان الدول اللي بتعمل الحلف العسكري بتكون بالاتفاق بين السلطة هنا والسلطة هنا، اتفاق رسمي تتعهد بموجبه مجموعة من الدول ان هي تتعاون مع بعضها في ايه بقى؟ في الاستخدام المشترك لقدراتها العسكرية. يعني انا عندي جيش وحضرتك عندك جيش، نحط بقى الجيشين على بعض ضد دولة او مجموعة من الدول، وتلتزم الدول الموقعة باستخدام القوة او التشاور باستخدامها في ظروف معينة. يعني هما بيتفقوا مع بعض ان هم هيستخدموا الجيش المشترك ده في اوقات هم يكونوا متفقين عليها. ايه الهدف من الحلف العسكري؟ يعني انا هخش حلف ليه؟ رقم واحد، ردع الاعداء. تخيل كده ان انت رايح تحارب دولة، ممكن تحاربها او ممكن لا، لكن تخيل ان انت رايح تحارب 10 دول. موضوع صعب جدا، هتفكر 1000 مرة قبل ما تحارب. فانت بالتحالف العسكري بتخوف الاعداء بتوعك. قال لك ان ردع الاعداء هدف اساسي للاحلاف العسكريه الدفاعيه، والتي تنشا بدافع الخوف من خطر مشترك. يعني دوله ودوله 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 خايفين من دوله معينه، فيتحالفوا كلهم مع بعض عشان يتكتلوا مع بعض عسكريا عشان خاطر يامنوا نفسهم من الدوله اللي هي خايفين منها. طبعا بيدافعوا عن كيانهم الاقليمي وحمايه امنهم القومي. تاني حاجه، ممكن واحد يقول لك لا انا مش خايف من حد معين، بس انا عندي جيش، الجيش بتاعي مش اقوى حاجه. طب ما انا احط الجيش بتاعي على الجيش اللي جنبي، على جيش مثلا دوله ثالثه او جيش دوله رابعه، وكلنا نعمل جيش قوي نقدر نزود قوتنا. فتسعى الدول الى زياده قوتها من خلال سياسه التحالف كبديل للتسلح المنفرد اللي بيستنزف الموارد الاقتصاديه. يعني الدوله تقول بدل ما اجيب دبابات وطيارات ومدافع والحاجات دي كلها، لا انا اجيب حاجه واحده، والدوله اللي جنبي تجيب حاجه واحده، والدوله اللي جنبي تجيب حاجه واحده، ودوله مثلا معينه دخلت معانا تجيب حاجه هي كمان، فكلنا يبقى جيشنا جيش قوي جدا بدل التسلح المنفرد اللي هيستنزف ثروتي. رقم 3، تسويه النزاعات بين الدول الاعضاء بالطرق السلميه. يعني انا معاك في حلف، هنضرب بعض ازاي؟ احنا جيشنا حاجه واحده كده اهو، فانا لما اخش معاك في حلف مش هيحصل اي حروب بيننا وبين بعض. رقم 4، هنحمي مصالحنا المشتركه ويبقى في تعاون اقتصادي واجتماعي بين الدول الاعضاء، لان احنا جيشنا بقى واحد، فهيبقى في تعاون بيننا في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي. طبعا الاحلاف العسكريه في احلاف قائمه وفي احلاف كانت موجوده واتلغت. اشهر الاحلاف اللي تم حلها خلاص بقتش موجوده، الحلف ده حلف وارسو، ده كان خاص بالاتحاد السوفيتي، والحلف المركزي بغداد، وحلف جنوب شرق اسيا مانيلا، وفي حلف لسه موجود وقوي جدا اسمه حلف الناتو. تعالوا بقى مع بعض ندرس حلف الناتو وحلف وارسو بس، يبقى الدرس خلص كده. يلا مع بعض. اول حلف اسمه حلف شمال الاطلسي، من اهم الاحلاف العسكريه اللي موجوده على الساحه العالميه حتى الان. طبعا كلكم عارفين ان سبب الحرب الروسيه الاوكرانيه دلوقتي الحلف ده. يبقى حلف الناتو ده حاجه قويه جدا، ليه تواجد دولي وعالمي زي ما هنشوف دلوقتي. تم توقيع ميثاقه في واشنطن ابريل 49. خد بالكم النقطه دي بتيجي كتير جدا في الامتحانات، يقول لك ان تم توقيع الميثاق في مدينه واشنطن، فبالتالي ده حاجه قويه، او يقول لك مدينه لها دور كبير جدا في اقامه اكبر حلف عسكري في العالم، ويديك اختيارات يقول لك المدينه دي الدوله اللي فيها هل هي دوله فيدراليه ولا كونفدراليه ولا وحدويه وهكذا. تعالوا مع بعض نشوف اسباب نشأته، ايه اللي خلى حلف شمال الاطلسي الناتو يظهر. بصوا بقى، الحلف ده سبب نشأته ان هم خافوا من الاتحاد السوفيتي. تعالوا كده نشوف ايه اللي حصل. اللي حصل ان الاتحاد السوفيتي بدأ يخش المناطق الاوروبيه وبقى ليه تواجد في قلب اوروبا، لدرجه ان هو وصل ان هو بدأ يحاصر مدينه برلين. فالدول الاوروبيه وامريكا والولايات بدأت تنضم مع بعضها في حلف عسكري واحد يضم غرب اوروبا والولايات المتحده الامريكيه عشان يدافعوا عن اوروبا الغربيه ضد الاتحاد السوفيتي. وبالتالي حصل حرب اسمها الحرب البارده. يعني ايه الحرب البارده؟ حرب بارده يعني المنطقه الشرقيه للاتحاد السوفيتي والمنطقه الغربيه اللي هي غرب اوروبا والولايات
دول عملوا تكتل ودول عملوا تكتل، والاتنين خلاص هيحاربوا بعض، فده ما بيتعاملش مع ده ولا ده ما بيتعاملش مع ده، فبالتالي سموها الحرب الباردة، نتيجة ان كل واحد بقى متأهب ان هو يحارب التاني، وفي نفس الوقت التعاملات قلت جدا. طبعا لما غرب اوروبا والولايات عملوا حلف الناتو، راح الاتحاد السوفيتي عمل حلف اسمه حلف وارسو. مقر طبعا حلف الناتو بروكسل، عاصمة بلجيكا. الدول الأعضاء قال لك إن الدول دي كانت 12 دولة وقعوا على الميثاق: الولايات، بريطانيا، الدنمارك، فرنسا، هولندا، بلجيكا، لكسمبورغ، أيسلندا، إيطاليا، النرويج، كندا، البرتغال. بعد كده انضم لحلف تركيا واليونان سنة 52، وألمانيا الغربية سنة 55. الأثر الدولي والإقليمي للحلف: أول حاجة، الحلف ده لما تكون عامل زيادة في الحدة بتاعة الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي اللي هو الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي. رقم 2، بدأ بقى المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي انهمكوا في التسليح. بقى الاتحاد السوفيتي بكل قوته بيشتري سلاح، والولايات المتحدة الأمريكية بكل قوتها بتشتري سلاح، فالاتنين انهمكوا في سباق التسلح. يبقى حلف الناتو لما ظهر خلى الدنيا تشعل اكتر، خلى الاتحاد السوفيتي يجيب سلاح والولايات تشتري سلاح. رقم 3، اضعف هيئة الامم المتحدة بسبب التنافس بين القوى الكبرى وعدم القدرة على تحقيق الامن والسلم الدوليين. بقت هيئة الامم المتحدة ما عندهاش القوة والقدرة ان هي تفرض السلام، لان الجيشين عمالين ينهمكوا في التسليح. تعالوا نشوف استراتيجية الحلف بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. طبعا بدأ زعماء الحلف يعيدون النظر في استراتيجية الحلف مرة أخرى بسبب انهيار الاتحاد السوفيتي وإلغاء الهيكل العسكري لحلف وارسو سنة 91. يعني إيه؟ يعني دلوقتي حلف الناتو كان كله متمسك بيه سواء غرب أوروبا والولايات عشان خاطر يقاوموا الاتحاد السوفيتي. أهو الاتحاد السوفيتي انهار وحلف وارسو اتلغى، فبدأ يجدد أهدافه، بدأ يركز على نقط جديدة عشان يتم قائم وموجود. فأول حاجة عملها سعى إن هو يوسع الحلف في الشرق، يعني هو واخد منطقة غرب أوروبا، بدأ يتجه ناحية شرق أوروبا، بدأ يحسس الناس في أوروبا إن عشان خاطر يعيشوا في أمن وأمان لازم الحلف ده يكون موجود ويبقى ليه دور مؤثر في الأزمات الكبرى داخل أوروبا. كمان بيبقى ليه دور في الأزمات الأوروبية وفي الشرق الأوسط، يعني أي مشكلة في الشرق الأوسط أو في منطقة في أوروبا تلاقي حلف الناتو بيتكلم وليه دور مؤثر. فانضم عدد كبير من الدول اللي سابت حلف وارسو اللي تبع الاتحاد السوفيتي، فوصل عدد الأعضاء 28 دولة بنهاية 2015. تعالوا بقى نشوف آخر حاجة، مجهودات الحلف. هل الحلف ده ليه مجهودات؟ قال لك طبعا ليه مجهودات في حفظ السلام العالمي. رقم 1، حصل في منطقة البوسنة والهرسك، دخل سنة 95 وبعت قوات حفظ سلام. كمان بعت قوات حفظ سلام لمقدونيا، يعني احنا ممكن نقول كده اهو ان هو عمل ايه؟ قوات حفظ سلام. فين؟ في البوسنة والهرسك ومنطقة مقدونيا. بعد كده خفف من آثار الزلازل في باكستان، يبقى كان ليه دور في التخفيف من أثر الزلزال في باكستان. اوكي، وايه تاني؟ واعصار كاترينا في الولايات، يبقى اعصار اللي حصل في الولايات. تعالوا بقى ناخد اخر حلف واخر جزء في الدرس، حلف وارسو. حلف وارسو زي ما انتم شايفين كده كبير جدا طبعا. هو سبب تأسيسه ان في سنة 55 لقوا ان حلف الناتو بدأ يبقى قوي جدا، فحبوا يعملوا حلف عشان يواجهوا حلف الناتو، وخاصة ان ألمانيا الغربية دخلت حلف الناتو. ميثاقه، وقعوا الميثاق اسمه الصداقة والتعاون والمساعدات المتبادلة. طبعا عملوا الحلف ده في مدينة وارسو عاصمة بولندا، وبقى اسمه على اسم المدينة مدينة وارسو، فبقى اسمه حلف وارسو. 9 دول وقعوا الميثاق: ألبانيا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا ويوغوسلافيا والمجر وبلغاريا وبولندا والمانيا الديمقراطيه اللي هي الشرقيه والاتحاد السوفيتي. طبعا الصين قالت لهم انا مش همضي، مش معاكم، بس لو انتوا احتجتوا مساعده اساعدكم. البانيا سنه 68 قالت انا هسيب الحلف.
ليه يا ألبانيا؟ لأن الاتحاد السوفيتي، القوات بتاعة الاتحاد السوفيتي دخلت تشيكوسلوفاكيا عشان خاطر في ثورة شعبية مناهضة للحكومة الشيوعية، فبالتالي قالوا لا احنا بنرفض ان الجيش يخش منطقة شبه تشيكوسلوفاكيا، وانسحبوا من الحلف وارسو، وبكده يكون الحلف عدده قل. نص الميثاق قالوا كده ان يكون الحلف مفتوح لانضمام الدول المحبة للسلام بغض النظر نظامها السياسي ايه ونظامها الاجتماعي، ويشترط الاجماع لقبول عضوية الدول الجديدة. اي دولة عايزة تخش الحلف لو كل الدول وافقوا اوكي تخش الحلف مفيش اي مشكلة. انهيار حلف وارسو، في واحد بقى بوظ كل حاجة ودمر الاتحاد السوفيتي ودمر حلف وارسو، اسمه جورباتشوف. اللي حصل ان حلف وارسو الدنيا فكت خالص سنة 91. ليه بقى؟ جاء جورباتشوف عمل سياسة جديدة للاتحاد السوفيتي. هو بقى غير الطريقة خالص، ان هم كلهم كمناطق شرقية مركزين مع بعض، معتمدين على بعض، عاملين حلف وارسو يأمنوا بعض. فقال لا انا عايز اعمل سياسة جديدة خالص، عايز اعيد بناء الاقتصاد، عايز اعمل نظام متطور، عايز ان انا ابدا اعمل انفتاح اقتصادي. فمع الوقت ظهرت النزعه الانفصاليه، وبدات الدول واحد ورا الثاني ورا الثالث ينسحب من الحلف، وتم هدمه طبعا في النهايه سور برلين اللي كان يفصل بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه. وبعد كده اعلنت الجمهوريات السوفيتيه نفسها دول مستقله مستغله الفوضى في الاتحاد السوفيتي. بعد كده يقول ان العالم شهد في منتصف الثمانينات من القرن العشرين عدد من التحولات الكبرى على صعيد الاتحاد السوفيتي لما تولى جورباتشوف. جورباتشوف زي ما قلنا عمل سياسة جديدة اسمها إعادة البناء الاقتصادي. قال احنا عايزين نظام اسمه الشفافية والانفتاح السياسي. قال احنا كمان عايزين نعتمد على القطاع الخاص، عايزين نشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار داخل الاتحاد السوفيتي. عمل انفتاح اقتصادي على الغرب، وانهار الاتحاد السوفيتي وانهار حلف وارسو. وكده نكون خلصنا مع بعض درس الاحلاف العسكريه. تعالوا بقى نخش مع بعض على اخر درسين ان شاء الله، كده نكون خلصنا المنهج كله. الوحده الرابعه والاخيره عباره عن درسين، الدرس الاول ماهيه العلاقات الدوليه، والدرس الاخير النظام العالمي الجديد، وكده يكون المنهج خلص. يلا بينا مع بعض نشوف ماهيه العلاقات. اول حاجه بيقول ان العالم شاهد عبر التاريخ الطويل تطورات وتحولات كبيره في العلاقات الدوليه. طبعا مفيش حد في العالم يقدر يعيش بمعزل عن باقي دول العالم، لازم بيحصل علاقات بين الدول وبعضها، ولازم العلاقات بين الدول وبعضها تكون علاقات متبادلة بتأخذ أشكال مختلفة. ممكن دول تتحالف مع بعضها في حلف عسكري، ممكن دول تتعاون مع بعض في تكتل اقتصادي، وهكذا. طبعا هم لما بيتعاونوا مع بعض بيفتح آفاق جديدة بيتحقق من خلالها التقدم والازدهار. تعالوا مع بعض نشوف يعني ايه علاقات دولية. علاقات دولية يعني مجموعة تفاعلات، بيحصل تعاون، بيحصل تبادل، بيحصل تفاعل، دولتين مع بعض بيبدأوا يتعاملوا مع بعض ويتفاعلوا مع بعض، سواء كان دول أو منظمات أو تكتلات دولية أخرى، مثل العلاقات بين الدول الاقتصادية أو علاقات سياسية أو علاقات عسكرية أو قانونية أو دبلوماسية، وكل العلاقات دي موجودة على الساحة العالمية. تعالوا مع بعض نشوف تطور العلاقات. احنا هناخدها على هيئة مراحل كده. اول حاجة خالص في العصور القديمة، يعني قبل الميلاد وكمان العصور الوسطى، كان زمان بيعملوا معاهدات شبه المعاهدة اللي عملها الملك الفرعوني المصري رمسيس الثاني مع ملك الحيثيين. عمل المعاهدة دي قبل الميلاد، اتفقوا فيها مع بعض ان مصر والحيثيين هيدافعوا عن اي عدو يحاربهم وهيحاربوا مع بعض. دي قبل الميلاد. كان في علاقات بين الفرس والروم مع الممالك الخاضعة ليهم، يعني الفرس كان في ناس تابعين ليهم والروم نفس القصة، فبالتالي كان في علاقات بين الامبراطوريات الكبيرة دي والدول الخاضعة ليها. كمان الدولة الإسلامية كان ليها علاقات متعددة مع جيرانها ومع القوة اللي كانت موجودة في ذلك العصر. يبقى في العصور القديمة والعصور الوسطى هتلاحظ ان كلها كانت علاقات بين الامبراطوريات وبعضها او بين الامبراطوريات والدول اللي خاضعه ليها. مع بقى دخولنا في العصر الحديث لا،
الوضع اختلف. بدأت العلاقات تزيد وخاصة مع قيام الثورة الصناعية، فالعلاقات حصل لها تغيير من علاقة دولة وجارتها، بقت علاقات تشمل مناطق كبيرة، العالم بأسره. وبعد ما كان العلاقات حرب وسلم بقت مجالات متعددة. طب دلوقتي بقى الوضع بقى عامل ازاي؟ قال لك لا، ده الوضع اختلف خالص. انت عارف ان كل دولة بيبقى ليها سفارة في الدولة الاخرى. السفارة دي بتبقى بعثة كبيرة اسمها بعثة دبلوماسية. البعثة دي بيبقى فيها ممثل من عندك للناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والصحية والتعليمية إلى آخره. يعني يبقى في ناس من عندنا عشان يستفيدوا من الدول الأخرى. يبقى قديما والعصور الوسطى علاقات قايمة بين الإمبراطوريات والدول والحروب والسلم. مع الثورة الصناعية في العصور الحديثة بقت بعد ما كانت علاقات جوار كل واحد واللي جنبه، بقت العالم بأسره. طب دلوقتي بقت تنوعت وتشعبت العلاقات. تعالوا مع بعض نشوف العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية. طبعا يا جماعة مش كل الدول هيبقى عندها علاقات دولية زي بعض. أكيد دولة كبيرة مش هتكون زي دولة صغيرة. دولة في وسط العالم مش زي دولة في طرف العالم، صح كده؟ تعالوا مع بعض نشوف كده. أول حاجة المقومات الطبيعية. أول نقطة اسمها الموقع. كل ما كان الموقع بتاعك موقع مركزي، كل الناس وأنت تقدر تعمل معاهم علاقات كويسة، شبه مصر. لكن لو أنت دولة هامشية يعني على أطراف العالم، شبه نيوزيلندا كده، هتلاقي علاقاتك قليلة جدا مع دول العالم. تاني حاجة المساحة. يعني ايه بقى المساحة؟ في دول مساحتها كبيرة شبه روسيا، فبالتأكيد هيبقى علاقتها كبيرة وهتعمل علاقات كتيرة غير الدولة القزمية الصغيرة. كمان نقطة تانية المقومات البشرية. عدد السكان له دور كبير جدا، لدرجة انتوا عارفين الصين ما كانتش متقدمة قوي زمان، بس ادولها مقعد دائم في مجلس الامن وبقى ليها حق الفيتو وبقى لها مكانه كبيره جدا رغم ان هي مش متقدمه، لان عدد السكان في الصين كبير جدا. فيقول لك بعد الحرب العالميه الثانيه بفضل عدد سكانها كبير جدا بدات تحتل مقعد دائم في مجلس الامن. نفس القصه في الوزن الاقتصادي. الصين دلوقتي دوله اقتصاديه جباره، فكله بيحب يعمل معاها علاقات. القوى العسكرية نفس القصة. بيقول لك ان روسيا بقى ليها دور كبير جدا في سوريا وفي مشكلة اوكرانيا زي ما احنا شايفين دلوقتي بسبب الجيش القوي بتاعها. فبالتالي لما يكون عندك قوة عسكرية، لما يكون عندك وزن اقتصادي، لما يكون عدد سكان كبير، كل الحاجات دي بتساعد ان يبقى ليك علاقات. تعالوا بقى نشوف مع بعض العلاقات الدولية في الحرب والسلم. طبعا يا جماعة الحرب هي من سمات الحياة البشرية. مفيش عصر من العصور، مفيش فترة من الفترات إلا وحصل فيها حرب. والحرب دي ممكن تكون إقليمية أو حرب دولية أو حرب أهلية. طبيعة العلاقات في وقت الحرب، قلنا الحرب هو صراع مسلح، ده معاه سلاح وده معاه سلاح وبيحاربوا بعض. ممكن بين دولة ودولة او اكتر من دولة. كل دولة يعني مثلا دولة بتحارب دولة تانية، دي من مصلحتها شايفة ان مصلحتها تحارب ودي شايفة ان مصلحتها تحارب. فمن وجهة نظر الدولتين ان كل واحد شايف ان مصلحته ان هو يحارب، وهي حالة قانونية قد يكون معترف بيها. طبيعة العلاقات في وقت السلم. طب احنا مش عايزين نحارب، نعمل ايه؟ خد بالكم الحته دي مهمة جدا. اول نقطة في حاجة يا جماعة اسمها المفاوضات. دولة ودولة في مشاكل، طب ما يقعدوا مع بعض، ممكن يوصلوا لنقطة، ما وصلوش لنقطة، فيه طريقة تانية؟ في طريقة تانية. في حاجة اسمها الوساطة، طرف ثالث بين متصارعين، دولة ودولة مش طايقين بعض، في مشاكل بينهم وبين بعض، نجيب طرف ثالث. ممكن نعمل حاجة اسمها المسائل الحميدة، يعني دولة ودولة هيخشوا في حرب مع بعض، نشوف حد صاحب الدولة دي وصاحب الدولة دي ونخلي الشخص ده يحاول يحل المشكلة. في حاجة كمان طريقة تانية اسمها التوفيق. يعني التوفيق يعني نبعت الموضوع لجنة محايدة تقدم تقرير للطرفين في اقتراحات واضحة عشان الحل. يبقى احنا عندنا ممكن يتفاوضوا مع بعض، ما ينفعش، ممكن نعمل وساطة، وساطة يعني طرف ثالث، ما ينفعش، ممكن نجيب حد صاحب الاثنين، ما ينفعش، ممكن نبعت الموضوع عن طريق التوفيق للجنة تديلهم تقرير بالحل، ما ينفعش، ممكن نودي التحكيم شبه محكمة العدل الدولية اللي جابت لنا طابة. اوكي؟ ما ينفعش كل الكلام ده، يبقى خلاص بقى يتكلوا على الله وربنا يكرمهم. احنا قلنا 5 طرق لحل المشكلة بطريقة
سلمية. تعالوا بقى مع بعض نشوف المنظمات العالمية الدولية. المنظمات العالمية الدولية بدأت بقى الدول الكبرى ودول العالم يقولوا بقى كفاية حرب، احنا زهقنا، احنا عايزين ما يحصلش حرب. فبدأوا يفكروا ايه سبب الحرب؟ ان الدول في مشاكل كبيرة جدا بينها. طب ما نخلي الدول تتعاون مع بعض فما يبقاش اختيار الحرب هو الاختيار الاول. فالمنظمات العالمية قالوا احنا عايزين العلاقات بين الدول تكون اكثر سلما وامنا. نشأتها اللي حصل طبعا ان هم لقوا ان الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية مات عشرات من ملايين الناس، فقالوا لا مش هينفع الكلام ده. فعملوا اول حاجة اسمها عصبة الامم. طبعا احنا خدنا الكلام ده في التاريخ، عصبة الامم وهيئة الامم المتحدة. اول حاجة في عصبة الامم بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى قالوا لا مش هينفع الكلام ده، احنا هنعمل مؤتمر اسمه مؤتمر الصلح سنة 19 في باريس. وكان من اهم مبادئه او من اهم النقط اللي هم اتفقوا عليها ان الحرب العالمية الاولى ما تتكررش تاني. فاحنا هنعمل منظمة اسمها عصبة الامم لمنع تكرار الحرب العالمية، عشان هم شافوا حاجات مأساوية فقالوا كفاية البشر يتبهدلوا كده. هدفها ان يبقى في سلام ومنع الحرب ويبقى في علاقات ودية بين الدول. فشلت العصبة الامم للاسف. ليه؟ الدول الكبيرة ما دخلتش عصبة الامم، الولايات ما رضتش تخش والاتحاد السوفيتي ما رضاش يخش هو كمان. في دول كبيرة برضو شبه اليابان والمانيا انسحبوا. عصبة الامم ما كانش فيها جيش تقدر تستغله، فما كانش فيها قوة عسكرية تابعة ليها. واول ما الحرب العالمية الثانية قامت سنة 39 قالوا لا خلاص احنا اصلا المنظمة معمولة عشان ما يحصلش حرب، الحرب حصلت الغى عصبة الامم دي وفشلت عصبة الامم. بعد بقى الحرب العالمية الثانية عملوا هيئة كبيرة جدا، منظمة كبيرة جدا اسمها هيئة الامم المتحدة. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 45 بدأ يبقى فيه جهود تنادي بمنع الحرب وإقامة علاقات بين الدول، وعملوا ميثاق هيئة الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو سنة 45. بعد كده قالوا احنا نفس الكلام بتاع عصبة الأمم، عايزين سلام وتعاون. مقرها مدينة نيويورك في الولايات. الاعتبارات اللي تؤخذ عليها، أول اعتبار إن الدول الكبرى هي اللي مهيمنة على القرارات. تلاقي إنجلترا وفرنسا وروسيا والولايات والصين، الدول الكبيرة هي اللي بتفرض كل القرارات. 2، مفيش حيادية في بعض القضايا شبه قضية فلسطين، واقفين مع إسرائيل تماما. دورها في حل المشكلات، مش كل حاجة وحشة، فيها برضو بعض الإيجابيات في هيئة الأمم المتحدة. من الناحية السياسية ساعدت شعوب كتير تتحرر من الاستعمار، وبعتت قوات متعددة الجنسيات إلى أفغانستان والعراق، وبعتت كمان مراقبين عشان يمنعوا التوتر سواء كان في الشرق الأوسط أو في شبه القارة الهندية، وبعتوا كمان قوات حفظ سلام في البوسنة وكرواتيا. من الناحية الإنسانية قدموا مساعدات للاجئين زي الفلسطينيين والبوسنة والهرسك، وقدموا مساعدات لما حصل كوارث طبيعية وزلازل، ودعموا حقوق الإنسان في المناطق المختلفة. نختم بقى الدرس بمعلومة سهلة جدا اسمها حق الفيتو. هيئة الأمم المتحدة عاملة نظام اسمه حق الفيتو. ايه حق الفيتو؟ قالوا ان في 5 دول نعرفهم كده، انجلترا وفرنسا وروسيا والولايات والصين. ال5 دول دول من حقهم اي قرار في هيئة الأمم المتحدة يعترضوا عليه، ما يخلوش القرار يتنفذ. ليه بقى؟ لانه معاهم حق الفيتو، من حقهم يعترضوا على اي حاجة. مش بس كده، ده من غير ما يقولوا السبب كمان. ودي من النقط اللي بتتاخد على هيئة الأمم المتحدة. كده نكون خلصنا الدرس الأول، يلا بينا على الدرس الثاني، يبقى خلصنا المنهج كله. الدرس الثاني في الوحدة الرابعة والأخير النظام العالمي الجديد، كده يكون المنهج كله خلص. يلا بينا مع بعض. مفهوم النظام العالمي الجديد. طبعا النظام العالمي الجديد هو تفاعلات بين أعضاء المجتمع الدولي على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي. يعني ببساطة النظام العالمي الجديد قايم على إن الدول مع بعضها بتتفاعل مع بعض، سواء الدول اللي جنب بعضها أو الدول مع كل دول العالم. طبعا كل النظام العالمي الجديد متاخد من سياسة اسمها العولمة، أخذناها في الدرس التمهيدي. يلا بينا مع بعض نخش في الجزء اللي بعده. طبعا النظام العالمي الجديد ما كانش الدول قاعدين مع بعض واتفقوا إن هم هيطبقوه، لكن هو اوتوماتيك اتطبق نتيجة الأحداث اللي حصلت. ايه يا مستر الأحداث اللي حصلت؟ أول حاجة إن الحرب الباردة لما خلصت انهار الاتحاد السوفيتي، وبعد كده
المعسكر الشرقي كله اتفكك زي ما اخدنا في الدرس اللي قبله. حلف وارسو انهار، وانهار الاتحاد السوفيتي، وانهار الكوميكون اللي هو الكتلة الاقتصادية الخاصة بيهم، وسقط التوازن الدولي، وبقت الدولة الكبيرة المشهورة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية. مراحل تطور النظام العالمي الجديد. أول حد اتكلم عن النظام العالمي الجديد هو الرئيس الأمريكي ويلسون خلال الحرب العالمية الأولى. خدوا بالكم عشان يقول لك إيه، بدأ النظام العالمي الجديد يظهر أو حد يتكلم عنه ويديك اختيارات. طبعا مش هيجيب لك الحرب العالمية الأولى، ممكن يقول لك معارك عالمية بين دول العالم. اوكي، قال 14 مبدأ اخذناهم في التاريخ، منهم طبعا حق تقرير المصير. يبقى اول حد فكر في السيستم ده هو الرئيس الامريكي ويلسون. تاني حد فكر في الكلام ده جورباتشوف. يبقى انت ممكن تلخص الجزء ده تقول الاولاني ويلسون رئيس امريكا، والتاني جورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي، اعلن ان يبقى في حقبه جديده بالتعاون مع الغرب ونهايه الحرب البارده. طبعا جورباتشوف زي ما اخدنا قال احنا عايزين ننزع السلاح، عايزين يبقى توازن المصالح بدل توازن القوى. خلاص نشيل بقى نزعه الصفه الايديولوجيه اللي هو الصراع والتصادم بين الشرق والغرب، نحاول نتخطى الحواجز. وعرفنا ان هو ادى الى انهيار الاتحاد السوفيتي. في عام 1990 ظهر المصطلح بتاع النظام الدولي العالمي الجديد عن طريق خطاب الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الاب. قال ايه؟ ان ما يتعرض لخطر ليس بلد صغيرة فحسب، بل فكرة حيوية هي فكرة النظام العالمي الجديد. ثم تحدث سنة 91 عن إمكانية قيام نظام عالمي جديد كتعبير عن السيطرة شبه المطلقة للولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل على نشر هذا النظام وأحيانا فرضه على العالم بوسائل مختلفة. يبقى احنا ممكن نلخص كل اللي فات ده، نقول ان اول واحد اتكلم هو ويلسون، تاني واحد اتكلم جورباتشوف، تالت واحد اتكلم هو جورج بوش الاب. اوكي، بعد كده هيقول متغيرات النظام العالمي الجديد. في بعض التغيرات بدأت تظهر، زي دول اوروبا الغربية حاولت تستكمل الوحدة بتاعتها بمحور اقتصادي قوي اللي احنا اخدناه من شوية اسمه الاتحاد الأوروبي. رقم 2، بدأت كمان دول تانية صناعية تظهر في آسيا زي الصين وكوريا وسنغافورة والهند وماليزيا. رقم 3، بدأت اليابان وألمانيا يظهروا هم كمان كقوتان عظمتان في العالم. بقى في ثورة صناعية ثالثة. ايه الثورة الصناعية الثالثة دي؟ بقى في ثورة في المعلومات وفي التكنولوجيا. لقينا في كتير من القضايا حلول، والقضايا دي كان صعب تتحل، شبه انتهاء الاحتلال بتاع الاتحاد السوفيتي لأفغانستان ونهاية الحرب الأهلية اللبنانية. دعمنا كمان دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم وتحقيق الأمن وإرسال قوات حفظ السلم. تعالوا بقى مع بعض نشوف ايه الهدف المعلن للنظام العالمي الجديد. النظام العالمي الجديد بيقول ان مفروض ان يبقى فيه استقرار عالمي وفي احترام لدور الأمم المتحدة، وكل دولة نحترم سيادتها واستقلالها وعدم المساس بوحدتها. يبقى في ديمقراطية واحترام حقوق إنسان، وكل شعب حقه إن هو يقرر مصيره. تعالوا بقى نخش النقطة الرابعة، خصائص النظام العالمي الجديد. أول صفة من صفات النظام العالمي الجديد إن في ثورة كبيرة جدا في وسائل الاتصال والتكنولوجيا. كمان بقى في حاجة اسمها الاعتماد الدولي المتبادل، يعني الدول بدأت تبدل مع بعضها. بدأ تدويل المشاكل والقضايا اللي واجهها العالم. بقى أي مشكلة الدول بتواجهها بنخش عن طريق الأمم المتحدة نحاول نحل المشكلة، والمشكلة تبقى مشكلة دولية وليس مشكلة محلية أو إقليمية. تم تحرير التجارة العالمية. للأسف تقلص دور السيادة الوطنية، يعني الدول ما بقاش ليها سيادة قوية على أراضيها نتيجة تدخلات خارجية، وبدأ تظهر شركات اسمها شركات متعددة الجنسيات. يعني بعض الشركات الكبيرة يبقى لها فروع في أكتر من دولة، والشركة بتمشي وفقا لقوانين الدولة اللي تم التأسيس فيها الشركة. يختم بقى المنهج خالص بمظاهر تأثير النظام العالمي الجديد على الدول المتقدمة والدول النامية. أول نقطة، الاحتكار المطلق للسلاح والمال. نلاقي يا جماعة إن الدول الرأسمالية، دول غرب أوروبا والولايات، هم المحتكر الأكبر للسلاح، وبيحاولوا يعملوا كل حاجة لمصلحتهم،
وحولوا مساعدات اقتصادية ومالية وتكنولوجية لصالح العلاقات الجديدة بين دول شرق أوروبا وغرب أوروبا على حساب الدول النامية. يعني هم في الأول كانوا بيساعدوا الدول النامية، بعد كده قالوا لا خلاص احنا في غرب أوروبا نساعد الدول اللي جنبنا اللي هي شرق أوروبا. رقم 2، بدأ يوظفوا التكنولوجيا من أجل الوصول لأعلى معدلات من الإنتاج. وفي صراع يا جماعة خفي، اللي ما يفهمش الكلام ده يبقى عنده مشكلة. في صراع كبير على المناطق الاستراتيجية في العالم وعلى المواد الخام اللي موجودة، وخاصة إن في عندنا مثلا اليورانيوم موجود في قارة أفريقيا، فبتبقى مطمع للدول المتقدمة. للأسف حركة عدم الانحياز اللي احنا أخدناها، اللي هي بتقول احنا ملناش دعوه بالشرق ولا بالغرب، احنا مستقلين مع نفسنا، دورها قل جدا. سقط الاتحاد السوفيتي لانه عجز عن تطوير نظم انتاجه الاقتصادي مقارنه بالمستوى السائد في الدول الغربيه، وده درس لاي دوله ناميه وجرس انذار ان هي لازم تعمل اصلاح واعتماد على الذات اولا. يعني الاتحاد السوفيتي اللي وقعه ان هو فتح نفسه على غيره واعتمد على غيره، ما اعتمدش على نفسه، ده رقم 1. رقم 2، ان هو ما طورش نفسه اقتصاديا. امريكا للاسف بتتدخل في شؤون اغلب الدول، وبقى الامن الثقافي العربي تم اختراقه من خلال قيم العولمه. يعني عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا متعودين عليها وتربينا عليها بقى بيخش عادات وتقاليد جديده غريبه عننا. انتشر العنف والحروب الاهليه وحروب الحدود زي ما حصل في الصومال والكونغو وافغانستان. وبكده نكون خلصنا المنهج كله، الحمد لله كده خلصنا المنهج تماما في كام ساعة. خدوا بالكم احنا بنحاول ما نضيعش وقتكم، بنشرح على طول الحاجات اللي عندنا في المنهج، ما بنحاولش نطلع بره المنهج بأي حاجة مش مفيدة. انتظروني بقى ان شاء الله في حصة قوية جدا، اهم التوقعات اللي هتيجي في الامتحان ان شاء الله. نتمنى لكم كل سعادة، نتمنى لكم درجات ممتازة، وإن شاء الله تكون مادة جميلة عليكم، ونتمنى لكم كل التوفيق.